النهارده طبعا ماتش مصر واثيوبيا، فطلع علينا اعلام البزراميط اللي موجوده دلوقتي، اللي هو الاعلام الرياضي كله والاعلام العادي يعني. اجروا ورا بلدكم، روحوا شجعوا بلدكم. فاتحين دلوقتي الاستادات، ها، الانتماء. احنا منتميين قبل ما نعرف امك يعني احنا منتميين اصلا للبلد، يعني من غير ما احنا لسه ما نعرف امك. طب ما تفتح الاستاد للجماهير، للاهلي والزمالك والاسماعيلي. طب ما تفتح الاستادات، بدل انت بتحط مثلا 5000 متفرج، 10000 متفرج، وجايبينهم ما تعرفش جايبينهم منين. طب ما تفتح الاستادات يا حبيبي، تعرف تتكلم. اعلام البزراميط ده يعرف يتكلم ان هو يفتح البوابات فل زي كل الناس؟ لا، لا، بس هو الانتماء بس. وانتوا ما بتنتموش لمنتخب مصر ولازم تروح تشجعه. هنروح نشجع اصلا يعني من غير انت ما تقول. بس افتحوا الاستادات. ولا ده مش انتماء؟ لما انا بنتمي للنادي الاهلي وغيري ينتمي لنادي الزمالك وغيري ينتمي مش عارف لمين، ده مش انتماء؟ الانتماء بس عندكم بس للبلد بس فقط لا غير. ليه انتوا ما تسالوش نفسكم ليه ما عادش حد بيروح على المنتخب؟ ما عادش حد بيروح بيشجع المنتخبات؟ انتوا قافلينها على الانديه. ازاي هنروح نشجع منتخبات؟ ازاي هنفرح مع المنتخب؟ ما عادتش فارقه يعني، ما عادتش فارقه عند ناس كتير جدا انا اعرفها يعني. منتخب يكسب يخسر يتعادل. شوف ده المنتخب ده، شوف المنتخب ده لما بيكون بره مثلا، بره مصر، بيلعب بره مصر. شوف كميه الجماهير بتروح قد ايه. اتفرجوا على كاس العرب، كاس العرب اللي جاي ده. شوفوا الجماهير بتاعت مصر دي هتروح قد ايه. لا، فالحين بس عاملين كل النوادي انديه شركات، كلها انديه شركات. ليه؟ علشان الجماهير ما تروحش، عشان تروح لهم كده ماتش في الاسبوع ولا حاجه بتاع الاهلي ولا بتاع الزمالك، والاتنين في يوم واحد، يلا خلطبيطه وخلاص. واحد معاه قرشين وجاي راح فاتح لك نادي بلا جماهير، بلا اي حاجه، بلا روح، بلا اي حاجه. ايه القرف ده؟ ايه ده بجد؟ يعني لما يكون انديه مصر ثلاث ارباعها انديه شركات، اعد لك مين يعني؟ اهلي، زمالك، غزل محله، اسماعيلي. المصري ده انا ما بصراحه ما بعترفش بيه يعني. من ساعه الحادثه بتاعت بورسعيد ومش على الساحه اصلا يعني، مش شايف. بعد كده بقى كل الانديه كلها انديه شركات. اللي معاه قرشين يعمل له نادي. ايه استفاده اتحاد الكوره؟ استفادتهم ايه من كده يعني؟ انت ولا بتستفاد تذاكر ولا بتستفاد اي حاجه خالص. ومنظرك وحش قدام الناس، مفيش مدرجات ولا في جماهير ولا في حد بيشجع. وتحس كده ان الاستادات خاويه على عروش. ايه الاستفاده يعني؟ ده كله عشان ايه يعني؟ ده كله عشان ايه؟ مش فاهم. ويطلع بقى الاعلام علينا بقى يقعدوا ساعه ونص يرغوا في المرغي. الاعلام الرياضي ده كله يرغوا في المرغي. ده تسلل، ده مش عارف ايه. و50,000 برنامج اعلان، برنامج للكوره، تحليل الكوره. 50,000 برنامج موجود. وبعدين يرغوا بس في المرغي يعني. انت كده بترغي في المرغي وخلاص. احنا عارفين ان هي تسلل وعارفين ان هي اوف سايد والله. يعني احنا عارفين. حضراتكم استفادتكم ايه اصلا من ده كله يعني؟ ولا مشاهدات ولا اي حاجه خالص بصراحه. يعني الله يكون في عوننا.